عزيزي الزملكاوي البائس، انت تعرف ان الزمالك خرج رسميا من بطولة الكونفدرالية؟ يعني مش هيكمل البطولة. عارف ليه مش هيكمل البطولة؟ بنسبة 80%. وده اللي هيحصل. الزمالك دلوقتي في المركز الثاني برصيد 8 نقط، وكايزر تشيفز في المركز الاول برصيد 10 نقط، والمصري 7 نقط، وزيسكو اللي كسبك النهارده في اول فوز ليه في تاريخه في البطولة كلها كان على قفاك انت يا بائس. طبعا انت عندك الجولة الاخيرة هتبقى ما بين كايزر تشيفز المتصدر، تمام، والمصري هيلاعب زيسكو في القاهرة، يعني ضامن ال3 نقط بتوعه، يعني لو كسب هيبقى 10 نقط، وانت لو اتعادلت بس هتطلع بره البطولة. طبعا انت استحالة من رابع المستحيلات اللي انت تكسب كايزر تشيفز. هتقول لي ليه يا عم؟ اقول لك كده، انت مش هتكسب. عارف ليه مش هتكسب؟ عشان انت فريق فاضي. انت فريق فاضي والله العظيم. كمان مره، انت من يومين بالظبط كسبت كهربة اسماعيليه متزايل الدوري المصري، طلعت عملت فرح وقلت رغم الاحتلال ورغم اللي ما عنديش لعيبه ورغم والزمالك فريق بطل والزمالك في مباراه كانت متفوته، الحارس مفوتها، ده غير خط الدفاع اللي كان بيدي اسيستات للمهاجمين بتاعك. يعني انت ما كسبتش فوز مثلا اللي انت نقول لا الزمالك فعلا لعب. فعشان كده بقول لك انت هتخرج. عارف انت هتخرج ليه؟ عشان امام عاشور ما سافرش مع النادي الاهلي. ابعتها له.